تعالوا اوريكم الاندونيسيين عايشين ازاي. دي بوابة حي. طبعا كل حي في اندونيسيا بيكون ليه بوابة، طبعا الشكل بيختلف، كل حي بقى بيعملوا الديكور زي ما هم عايزين. وده في مسجد جنبي اهو. طبعا المساجد بتاعتهم بسم الله ما شاء الله بتبقى فيها ديكور كتير. انا عديت لكم الناحية التانية عشان اوريكم المسجد عامل ازاي. ده المسجد وادي الشارع، وزي ما انتم شايفين كل الناس معاها سكوتر، حتى الاطفال بيكون معاهم سكوتر. ودي عربية اكل، طبعا عربيات الاكل منتشرة جدا في اندونيسيا. تعالوا بقى ندخل، انا عايز اوريكم البيوت. تعالوا بقى واحنا ماشيين واحدة واحدة. ده بيت، دي البيوت الاندونيسي. كل البيوت الاندونيسي بيكون ليها بوابة كده، وبيكون ليها السقف المايل ده زي ما انتم شايفين الشارع كله. بص دي برضو حاطين ايه اسم المنطقة، والشارع هتلاقوا كل البيوت نفس الشكل. كل حتى الفقير بيكون عنده مكان ان هو يركن العربية. حتى القرى بيبقى نفس الموضوع، لان في ناس بتشوف المنظر ده بتفتكر بقى ان اللي قاعد ده مثلا غني. لا، هم عندهم العكس، عندهم ان انت تأجر داخل عمارة بتبقى السعر بيبقى اغلى شوية، انما البيوت اللي زي كده بتبقى ارخص. المنطقة اللي انا بصور فيها دي مش منطقة غالية، يعني دي مش منطقة ولا فقيرة ولا غالية، دي منطقة تعتبر متوسطة. يعني المواطن الاندونيسي العادي بيكون عنده البيت بيكون بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم. طبعا كل واحد بقى بيعمل الديكور اللي هو عايزه، يعمل البوابة اللي هي عايزها، كل واحد قاعد في ملكه بقى براحته. وزي ما انتوا شايفين حتى العيلة الصغيرة عندها سكوتر، فمعنى ان حد مثلا عنده سكوتر ده كده او موتوسيكل، ده مش معنى كده، مش دليل غنى، ده مش معنى كده ان هو غني. لا، هو المواطن الاندونيسي العادي ممكن ان هو يبقى معاه سكوتر ما فيهاش اي حاجه. والناس قاعده اهي. السلام عليكم. طبعا الشعب يعني محترم جدا، شعب هادي. ادي البيوت، انا بحاول اوريكم الحياه عامله ازاي على الطبيعه. ادي الشوارع طبعا فيها شجر، في ناس بقى بتزرع شجر قدام البيت. انا زي ما قلت لك بقى كله ايه بمزاجه، يعني انت باني في ملكك. في الاخضر اللي قدام ده شايفينه، ده مسجد. القبه الخضر دي هنروح لها دلوقتي. او بصوا من الناحيه التانيه، ده شكل البيوت. ده عامله مصلى صغير، مش مسجد، يعني ده مصلى صغير. اندونيسيا انت بتلاقي تقريبا كل 100 متر بتلاقي يا اما مسجد يا اما مصلى. هو الشارع اللي قدامنا ده بقى اللي انتوا شايفينه كل الشجر ده، كل واحد بقى زارع قدام بيته كما يحلو له. اهو زي ما انتوا شايفين ده الطبيعي. انا بوريكم البيوت على الطبيعة. حتى بص الاطفال معاهم سكوتر صغير كده، بيكون الموتور بتاعه ضعيف شوية ويكون خفيف عشان ما يقعوش لغاية ما يتعلموا، لان السكوتر ده وسيلة المواصلات الاساسية في اندونيسيا. فزي ما انت شايف رجالة وستات، اي حد معاه سكوتر عادي جدا. اي حد ممكن انه يجيب عربية، يعني لو حد مثلا مرتبه يقدر يوفر منه حوالي 5 مليون روبيا، 5 مليون دي تكفي ان هو يجيب عربية كويسة. فهي دي الحياة في اندونيسيا، ده منظر الحياة في اندونيسيا، ده اللي انت تتوقعه لما تيجي اندونيسيا. ما تتوقعش ان انت هتلاقي عمارات مثلا كبيرة، العمارات بتبقى اغلى زي ما انا قلت لكم. طبعا احنا مش في منطقة سياحية، يعني احنا ولا في بالي ولا في جاكرتا، ولكن احنا في مدينة عادية جدا، يعني ما تعتبرش فقيرة زي ما انا قلت لكم. بس انا حبيت اوريكم لان في ناس لما بيشوفوا مثلا حد اندونيسي عنده بيت وزارع مثلا قدامه بالمنظر ده وعنده بوابة، فيتخيل مثلا ان الفيلا بتبقى غالية. هو طبعا في فيلا غالية،
بس هنا بقى نتكلم على المساحة بقى والديكور والمكان اللي هو جايب فيه الأرض المتر بكام، يعني تبدأ تتكلم في التفاصيل دي. إنما مجرد إن أنت واحد وعنده بيت مثلا ببوابة، ده مش دليل غنى يعني، لا ده العادي. فبتلاقي الشارع اهو بالمنظر ده. طبعا انتم ملاحظين ان الدنيا هاديه، مفيش صوت بقى ولا عيال بتحدف بعض باكياس ميه ولا حد بينادي حد من على اول الشارع ولا الكلام ده. انت بتلاقي بيوت الاندونيسيين بالمنظر ده لسببين، السبب الاولاني هو الزلازل، والسبب الثاني ان نسبه كبيره من الاندونيسيين هم فلاحين اصلا، فبيكون هو ملك الارض وبيبني عليها كما يشاء. وطبعا زي عندنا برضو في دولنا العربيه بتلاقي ان الاب بيبني لاولاده، فنفس الموضوع في اندونيسيا. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو. كان في حد بس سالني قال لي هو المواطن الاندونيسي العادي عايش ازاي، فانا وريتك الحقيقه كما هي زي ما انت شايف. دي الشوارع نظيفه، مفيش زباله بتترمى في الارض، الا طبعا في اماكن في عشوائيات. طبعا كل دوله في العالم فيها عشوائيات، كل دوله في العالم فيها فقراء، كل دوله في العالم فيها ناس مش بتتبع القانون، ولكن اغلبيه الشعب هادي وطيب ومسالم، مش بتاع مشاكل، وبيحب ان هو يحترم الاخر. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو. ما تنسوش اللايك والشير، الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه تشترك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.